لو قلتلك انك ممكن تنزل مصيف في العين السخنة في مكان راقي وبأمان عالي وشاليه مكيف قدامه حمام سباحة وكمان الكراسي بتاعته والشезлونج والشمسية ب2000 جنيه بس لليلة الواحدة، هتصدق؟ انا جربت الشاليه ده بنفسي وهقولكم على كل حاجة زي ما هي، الاسعار، المميزات، العيوب، كمان ارخص مكان تشتروا منه كل اللوازم اللي انتوا تحتاجوها، المية والاكل. ودي كانت تجربتي الكاملة في قرية لسيرينا في العين السخنة. تعالوا نبدأ. هقول لكم على نصيحة مهمة في آخر الفيديو، يا ريت تكملوا الفيديو للآخر. من القاهرة للعين السخنة الطريق سهل، حوالي ساعة ونص. أول ما بتوصل للعربية بتدفع رسوم دخول حوالي 150 جنيه، واحنا كنا 6 أفراد فادونا 6 أساور لازم نلبسهم واحنا جوه، بس بصراحة احنا مش التزمنا بالقواعد قوي، كان في ناس كتير مش لابساهم فاحنا كمان مش لبسناهم. هما دول الأساور اللي ادوهم. ده شكل القرية من جوه، المكان هادي جدا، وكان في على ايدنا الشمال اكوا بارك. بيقولك سعر الاكوا بارك للناس اللي حاجزة شاليه بتبقى ب75، والناس اللي مش حاجزة بتبقى ب225، وده كمان مش ضامن الوجبة، و3 ساعات بس في اليوم. ملحوظة بس، العربيات هي بس اللي بتدخل، لو انت مش معاك عربية الشنط بتاعتك هيجي مرفق النقل الداخلي وياخدها يوصلها لك لعند الشاليه بتاعك. وهنا كنا وصلنا الشاليه، تعالى اوريكم كل حاجة جواه. الشاليه كان ب2000 جنيه في الليلة، وهو مكيف بالكامل. اول ما دخلنا من الشاليه لقينا قدامنا الصاله كان فيها 3 كراسي، وكانت عباره عن ركنه، ودي كان مكان القعده بالنسبه لنا، ومكيف وتلفزيون، وكان فيها باب بيطلع على الجنينه وعلى البسين، والجنينه كان فيها كراسي وكان فيها ترابيزه عشان القعده بالليل او مثلا الصبح. والشاليه كمان كان فيه 3 اوض. اول اوضه كان فيها سرير كبير، دي كانت بتاعت بابا وماما، وكان فيه سرير صغير في اوضه صغيره، والاوضه الثالثه كان فيها سريرين اطفال. في حاجة مهمة نسيت اقول لكم عليها، بالنسبة للجنينة هي كان فيها بتاعة شوي ممكن تشوي فيها عادي، وبالنسبة للمطبخ كان مفتوح في الصالة. وبكده هيكون قلنا كل الحاجات اللي فيها اللي هي مميزات، ان هو مطل على بسين على طول، وبننزل في كمان جنينة ممكن نقعد فيها، وان هو مكيف وفيه كل الاساسيات و3 اوض، والسعر بتاعه مناسب. تعالوا بقى اقول لكم على العيوب بكل صراحة. اول حاجه الادوات بتاعه المطبخ مش كانت نظيفه، مش كانت مغسوله كويس، بعض العفش كان قديم وكان مستعمل قبل كده، والباب اللي مطل على البسين اللي كان في الصاله مش كان شغال، بابا بس اللي كان بيعرف يفتحه وكان مكسور فكان بيشيله اصلا. واكبر مصيبه بقى ان الغساله نفسها مش كانت شغاله، ده كانت بالنسبه لنا المصيف اصلا كله معتمد على الغساله، فلما هي مش كانت شغاله كانت مصيبه بالنسبه لنا. اخر عيب ان البيبان بتاعه اللي مطلع على البسين دي مش كانت البيبان عليها حديد، لا كانت مفتوحه عادي اللي هو ازاز. فاحنا بصراحه كنا بنخاف لما نيجي نطلع مثلا كلنا نروح نسهر في القريه، كنا بنخاف ان المكان مثلا حد يسرقنا او حد يدخل يجيب حاجه، فلا كنا لازم ناخد معانا كل مستلزماتنا، كل الفلوس اللي معانا، كل حاجات. المكان امن جدا وفي افراد امن حواليك في كل حته، والبسين نظيف ومساحته واسعة وينفع للكبار والصغيرين، وبيبدأ من الساعة 10 الصبح لعند 7 بالليل، وفي كافيهات على البحر بتشتغل كل يوم. بالنسبة للأنشطة بجانب السباحة وبجانب اللعب بالكورة في البسين وغيره من الأنشطة، بس من أكتر الأنشطة المحببة بصراحة ليا هو ركوب العجل. بصراحة كان من أحلى التجارب اللي جربتها هناك، كان ب40 جنيه لكل نص ساعة تقعدي تلفي لفة القرية كلها ب40 جنيه بس. وبالنسبة للتصوير، الناس اللي بتحب التصوير، القرية كلها كانت مليانة مناطق ومناظر، حاجات تحفة نتصور فيها، اتصورت حوالي 3000 صورة. لو انت عايز تريح دماغك تستجم يومين روح لوحدك، ولكن انا بنصحك ان انت تروح مع عيلة ومع صحابك ومع الناس، عشان القرية واسعة وهتحتاج ناس معاك في الكافيهات وفي المشي والقعدة قدام البحر والسهرات وكل الحاجات دي كلها هتحتاج ناس معاك، ده هيكون افضل ليك. من الحاجات اللي ممكن تجربوها في البحر المركب والموزة، بس دول كانوا غاليين شوية، يعني المركب مش كان ممتع بصراحة، بس هو كان ب50 للفرد، والموزة كانت ب150 للفرد، والعوامات كان سعرها غالي، كانت فوق ال100 جنيه، يعني أقل واحدة ب100، وبرضو كان في أدوات للغطس كانت بتبدأ من 100. متنسوش تجربوا النوتيلا اللي كانت على البحر، كانت ب50 جنيه، بصراحة كان طعمها تحفة بالنسبة للسعر بتاعها وكويس، بالذات اللي كانت بالنوتيلا كانت أحلى حاجة.
بالنسبة للأسعار في القرية، كل القرية كانت الأسعار فيها تحس إن هي يعني كويسة، بس الكافيهات كلهم أسعارهم غالية بالأربع أضعاف، اضرب في 5 كمان مش 4. في كذا سوبر ماركت في القرية، ولكن هقولك على أرخص واحد تجيب منه مستلزمات ماركت محمصات السني ملك التوفير، ده أرخص واحد. كرتونة المية عنده ب100 جنيه. بصراحة المكان يستحق التجربة، خصوصا لو انت بتدور على مكان رايق وبسعر مناسب. المصيف ده مناسب ليومين تريح فيهم دماغك، وخصوصا لو معاك ناس بتحبهم. العيوب ان الكافيهات اسعارها غالية، والشاليه زي ما قلنا ان هو كان محتاج نظافة شوية، والفرش يكون اجدد من كده. ما تخليش حد يضحك عليك، بصراحة الناس هناك بتبقى عايزة طلت منك اي فلوس. وتأكد ان كل حاجة في الشاليه شغالة زي ما هم قالوا لك. وبالنسبة لنا الغسالة مش كانت شغالة، وهما اديها لنا على اساس ان هي شغالة. يعني في الاخر لو كانت سلمناها وعرفوا ان هي مش شغالة كان ممكن يحسبوها علينا. انما احنا لما شفناها وعرفنا ان هي مش شغالة من الاول، اول ما سلمونا المفتاح فتشنا في كل حاجة وعرفنا ان ايه اللي شغال وايه مش شغال، لقيناهم ينزلوا من سعر الشاليه. وكمان الشاليه ما كانش فيه اي سكاكين، فبعتناهم يجيبوا لنا سكينة وقلنا ايه الاستهتار ده. وطبعا كانوا عايزين ان احنا ندفع حق السكينه، بس بابا مرضيش، قالوا انتوا ده من ضمن الشاليه. وفعلا جابها وما خدش اي حاجه. ولو الفيديو ده فادك وخليك تفكر في تجربه زي دي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان اشاركك في التجارب الجديده في اماكن تانية بنفس الفكره. وفي الفيديو الجاي هقولك على السهرات والحفلات واماكن الترفيه في القريه. وقولي في الكومنتات تحب تجرب لسيرينا، ولو رحت هتروح لوحدك ولا مع ناس. اشوفكم في الفيديو الجاي.